النصوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين مبارك الابتداء ميمون الانتهاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تحفظني بها وتعصمني بها من تلك الخمسة وتجعل بها لي خيرها رباحا ورضا وزادا إلى الجنة. آمين 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 رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسيلة الربوح في تذييل التوبة النصوح. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تهيأت يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت وانتهى التهيؤ بحول الله تعالى وقوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واختر لي ودبر لي وكني من يوم الأحد في كل شيء وفي كل حال كما كنت للمهاجرين والأنصار وجميع حجبك المفلحين أبدا. آمين يا رب العالمين بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. عجل قصيدتي هذه مفتاح الخير ومغلاق السرور بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول عبد الله ذا تقرب عند العدا لله ذا تقرب. يقول عبد الله ذا تقرب عند العدا لله ذا تقرب مرتديا عنه ويبتغي الرجوع لأهله به بحرمة الشفيع. بسم الله غافر الرحمن الواسع الرحيم ذي الإحسان. محوت عيبي بتوبة النصوح وأرتجي منه الرضا والربوح. فقد موقنا بأنه المجيب وأنه لي في قصائدي يجيب. لربي الكريم يقضي والعمل والقول مني تائبا من العلل مستشفعا بالمصطفى وأخدم جنابه لله وهو الأكرم. صلى عليه الله بالسلام وزاد تكريم في دوام بآله وصحبه وضمني به لهم ولي عطاب زمني وقادني له وصان كلي عن المناهي وعزال كبلي. فبإليه جل من توطني قبل كمالي بلا تفتني. فقل يا غفار يا تواب إني إليك تائب أواب. فاغفر ذنوبي وتصفعتني وردني مكملا وطني بغير تأخير وخير محني وليطيب زمني بالمنن بفضلك العظيم وفرق بيني وبين ما يجرني لشيني. يا رب حل بيني وبين البدع جميعا وليجد بورعي وبهدى وبتقى وبأدب وعمل مع علوم تنتخب. يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وأروم صوما أن مدعا إلى سواك بدا فأبدا ذغلي المنى والمددا. نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد. يا رب إن أعطيتني فسكر وإن منعت فردا وصبر
فالمنع والعطاء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك ولا أرد دار ما عجلت ولست أستبطئ ما أجلت فكل ما آتيتني فخير إذ لا يجيء من كريم دير لا شك إن كل ما أدخلتني فيه من الأشياء أو أخرجتني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه من الأشياء أو أخرجتني منه فذاك أبدا خير لي من غير دار فلتكني هذا الذي أظن بل أحقق فيك وأنت بالجميل أليق وليبان أن أكون تاركا معك تدبيرا فهب لي ذلك فبعد تدبيري بتدبير كريمي وانعقد البيع بطيبك الكريم قد بعد تدبيري بتدبير كريم وانعقد البيع بطيبك الكريم يا رب اغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينكما ولا تواخذني بالذي مضى ونجني الدارين من سوء القضاء وجعل جميع ما كسبت خيرا وتقني دنيا وأخرى ضيرا وجعل فؤادي ثابتا موحدا فموقنا بكل غيث ذا هدى وجعل لساني ذاكرا كقلبي وعندك اجعلني من أهل القرب وجعل جوارحي في الأعمال دائمة مع صلاح الحال وليبداد كل مسلم ونجني من شر كل مجرم إليك قطعا تبت في يوم الأحد عند النظارى من عيوبي يا أحد فامحو عيوبي وتقبل توبتي وتدني وعجلا أوبتي بالحق كاملا مكملا ولا تبتلني بما يسوء مسجلا بالحق كاملا مكملا ولا تبتلني بما يسوء مسجلا وهب لي المضي بالكتاب وبالحديث الدار ذا ثواب وهب لي السنة والسعادة والعلم بالأدب والعبادة وتقني البدعة والسقاوة والجهل والكسل والغباوة وردني إلى ذوي الإسلام بالبشر والكمال والسلام بلا مشقة ولا كآبة بالله والرسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مع الكتاب والشفيع أحمدا فصل أفضل صلاة بسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام واجعل يدي خاتمة لك به أداثير إنكم كسبه واجعل فؤادي خالصا موحدا وسيرني للعباد مرشدا وتغنني بك مع الكتاب والمتبع عن جملة الأسباب واجعل مسيري فوق حج وجهاد بالأجر واليمن وكني في تماد وضمني لمن يساق لهم جملة ما سوى أنت الأكرم أدخني القبول والرداء ورقني وزدني ارتقاء قني ما كتبت منه أبدا وجل سواه لي رضان أبدا واكتب لي الثواب في كل نفس ونجني من الركون لنجس يا رب لجعل كل يوم شاهدا بالخير وتقض لي الفوائد
وليجد بمهو كل أودي ودنس بحق يوم الأحد وزغ جميع خيره لي وقني جميع شره وكل فتني وليب بحرمة الاثنين مولد من قد سعد في الكونين كون عبدك قديما كما تحب وقفني العزاء والنقما وتدني به جميع ما مضى من كدر الدنيا ومن سوء القضاء وفيها بقلي بلا إخراج فيما ليختت بلا استدراج لك متابي بشكر ورضا يا واسعا وسعت لي بمرتضى وليب بحرمة الثلاثة الفتح في الخيرات والغياثة وليسق جميع ما كتبت فيه من الخير الذي اخترت وتقني جملة ما حواه من ضرر وكل ما آباه وليب بحق الأربعاء ما فق مأروم بالدعاء وليب كمال عقد وعمل يا مغنيا لكل داع ذي أمل ودقني في سرور وجلبي إلي فيك ما يفوق مطلبي وليب بحرمة الخميس مسرة صفت عن التلبيس والأمن والتامين والرسوق حتى أبارك غدا توبيخا ونجني من كل ما قد خلق فيه من الضر دواما مطلقا يا ربنا بحق يوم الجمعة هب لي قامة تدوم بسعام فتفنني فيك بخير مرسلين صل عليه وبخير منزلين عبدا مجودا مفسرا يقوم مع التلاوة لوجهك الكريم مؤلفا في كل علم نافع يرشد كل مسلم متابع يقدم خير العالمين بالصلاة ولمدح صالحا سعيدا ذا نجاة وكاظما وعافيا ومحسنا كالآل وصبي لخير مدمنا وعزل سرارا دواما عني ولياب خيارك بالمن ونجني بأقي من مقتي ولياب حياة كل وقت بما تحب وجنبني ما يفسد الطاعة طول الدهر أدعني بقعن الأرباب وبكتابك عن الأسباب وبنبيك مع الحديث عن بدع وسبل الخبيث وبامتداحه وبالصلاة عليه عن تنازع البغاة وتغنني بصحبة الأبرار في وطني عن صحبة الفجار وردني وتغنني بالمصطفى عن الوسائد وجدني بالوفاء وسلم بالتي ربي عني عليه يا خير حفيظ مغني جددت في يوم الخميس نابذا ما قد نبت في آخذا جددت نبذة سبعة لوجهك فكفى عني وسقني فضلك وزدت توبتي يوم الجمعة وارتجي منه دواما توسعا في أريتني الذي أريتني رقيتني من بعد ما ربيتني يا الله يا أي الذي ليس يموت ما لي عن الثناء عليك من سكوت فكيف أسكت عن الثناء عليك يا ذا الأرض والسماء أم كيف أسكت عن الرضاء عنك ولي قد جئت بالآلاء أو كيف أمسك عن السكر وقد
أنعمت بالخير الكثير يا أحد أو كيف أمسك عن الأذكار وقد حميتني عن الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكرم وجعل بقية حياتي به في أكبر نداك عمر صحبه ودقج حاجتي ورد زمني بجاجه وردني لوطني وفي عدني وكفني الأعداء في أبد وتقلي الآلاء ونجني دنيا وغرى من درر واليوم ما سده من البصر ولجعل العود لآل أحمد وسليا على الحبيب أحمد وآله وصحبه وتدليا بأنني عنك رضيت ربيا وعن حبيبك رضاء صافيا لا تغضب شكرا داعيا وتجي عني يوم الحشر خيرا كثيرا وتزهزم ضري بجاهي اليوم ولقد وتري ونجني من خطر وغرر ومن غرور واجعل الأيام أحبتي يا ربي والأعوام يا ربنا بحق يوم السبت إمويا بيا وطيب وقتي وارزق يا إلي أبدا وتقني ضرر وكل داء وتقني الغلط والإفساد وهب لي الصواب والرشاد وأن يصرف كل ما أبيت في أبد بذوق ما اشتهيت إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وقلدا بسرايا في هذه الدار وتلك الدار بك مع الكتاب والمختار وأجد أفضل صلاة بسلام وآله مع صحابه الكرام وزدني العلم به والعمل وأدبا وثق به للأمل بك غنيت بالكتاب والرسول وبالحديث ليكمل الوصول كمل عقائدي وكمل فقهي كمل عقائدي وكمل فقهي مع تصوفي ورق نبهي كمل عقائدي وكمل فقهي مع تصوفي ورق نبهي ما لي سواك يا كريم أبدا فأن يرفع ما يكون مفسدا وجد إلي سرمدا ما يصلح حتى أرافق الذين أفلحوا خرجت من تدبير نفسي اليوم إلا الذي دبتني يا ربي بزن قصيدة تركت جلبا بك ودفعنا قالبا وقلبا أما إلي سقط فسكرا وما خبت فردا وصبرا فكيف لا أذكر ما ساق الكريم تكرما إلي من خير نعيم أو كيف أسقط لما قد حبس عني لطيف برحيم قدسا بل اكتفيت بالذي لي دبرا أنا غيره ومنه أرجو ظفرا أدلوا قبلوا لي كل ما كتبته وما يفي معمما من نظم أو نثر بجاه المصطفى صلى عليه بسلام قصفا بآله مع صحابي وجعل جملة ما مني أتى خير عمل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
وحقق رجائي في هذه القصيدة وجعل فوق ظني ورجائي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدا لربي الحفيظ المانع القادر البر الرحيم الواسع. سبحان ربا كريما منه رجوت خيرا ورضيت عنه. بفضله أثل الطهارة من العياب الدار والبسار. نجد دواما ظاهري وباطني يا مالكي وليجد بكامني. ازد دواما عني الرزايا وسقني المنن والعطايا. أنت الحفيظ النافع الرزاق فلياتني من خيرك الأرزاق. لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد. لك القلوب فتقلبها ليا حبا ورودا واكفني النواكيا. لدواما حب كل مسلمين بالمتبع ورود كل مجرمين. وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن لو انتمام. نجيتني في البحر من مكر الشرار وردني للبر بصر بالخيار. أنت رضيت شاكرا بقلمي يا خير مرشد وخير نعمي منعمي. من أما بابنا في الرزاق أبل لي مع الأرزاق. أنت الحسيب والواغج القهار. أنت الوكيل المانع الجبار. لك الولي واحمني من كل سوء. وكف عني كل ما يوسوس. واجعل لي الخير وكف عني عسر دابا وتقبل مني. كل يسر مجا بجاه المصطفى ولياب علما وصدقا ووفاء. يا رب لتجب وصلي بسلام عليه بالآل وصحبه الكرام. ليتجب فيما مضى وما يجي بجاهه وعجلا فرجي. اللهم إني أنهيت تهيئي في البر يوم الجمعة في أول سفر عام جيشة بحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أنهيت تهيئي في البر يوم الجمعة في آخر سفر عام جيشة بحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واقع رجائي فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم. واجعل لي في هذا اليوم بأني نبت دفعي ما لم يكن خيرا لي بدفعك لي عني ونبت جلبي ما ينفعني. وما كان خيرا لي إلي بجلبك لي إلي في الدنيا والآخرة لحسن ظني بك. وأسألك بفضلك وجاه حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم أن تصلي عليه بآله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والمقربين. وأن ترضى عن جميع الصحابة وأن ترحم جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. وأن تتقبل مني جميع ما صدر مني من المكتوبات والمفعولات والمقولات والمنويات في الحياة وبعد الممات. آمين 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 رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقلت لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف الذليل الفقير بين يديك. ويقول اللهم إني ضعيف فقوي برضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي. اللهم إني ضعيف فقويني
وإني ذليل فعيذني وإني فقير فأغنني بجودك وإحسانك إنك على كل شيء قدير رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أسألك أن تحول بيني وبين كل ما لم تختره لي ولم تحبه لي ولم تدعو لي ولم تدبره لي في الدنيا والآخرة بجاه وسيلتي إليك سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي زدني علما ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنذرين ربنا آمنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تغفر بهما لي وتهب لي بهما شكرا لا يكون لأحد من جنسي بعدي وتتغني بهما الهجرة عن كل ما نهيت عنه مطلقا أبدا في السر والعلانية ومباركة عديك في الدنيا والآخرة ومرافقة أحبائك في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وصل وسلم وبارك على جميع الملائكة وعلى المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين ورد عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب وعن تابعيهم إلى يوم القيامة وعن جميع الصحابة اللهم صل وسلم وبارك على من لم يخلق مثله فيما مضى ولا يخلق مثله فيما يأتي عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وسلاما تسلمني به من الانقطاع عنك ومن المكر والغرور والاستدراج وبركة تبارك لي بها في نفسي وفي أهلي وفي أولادي وفي جميع ما خذوا من الأيادي وفي عمري اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها وصولي وسلامتي وبركاتي في الدياج كل وقت وحين آمين 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 رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وأذن الخواتم واتدى الخلق مام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل ما أنت آخذ بناصيتها وأسألك من الخير الذي هو بيدك اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق وإذا سألك عبادي
عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقل أدعوني أستجيب لكم فقل أمن يجيب المضطر إذا دعاه فقد دعوتك بكلامك فاستجب لي بفضلك كما استجبت لمن عاتيت بي أحوالهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كما ذكر الذاكرون. اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكرين غافلون. وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم بحق عندك صل عليه صلاة ترفع بها كتابك وسنة رفعا لا قبض بعده وترفع بها عني وعن المسلمين ما نزل بنا وتنجينا بها من تضييق ما يضرنا إلينا أبدا. وسلم عليه بآله وصحبه سلاما تحول به بيننا وبين كل من لا يرحمنا. آمين 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 رب العالمين. اللهم يا من الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله فإنك الغفور الرحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. مغفرة تسرع بها صدري وتدع بها وذري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتنظف بها فكري وتقدس بها سري وتكسب بها ضري وترفع بها قدري إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجعلنا ما وألوم. اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعظم حرمته وأعاد كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعين وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنتي وأعوذ بك من الحراق عما جابي. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عاصمني من شر الفتن وعافني من جميع المحن وأصلح مني ما ضار وما بطن ونقي قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تبعة لعاد. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم وترك لشيء ما تعلم وأسألك التكفل بالرزق والجود في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفرج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب والرضا والتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والهجر. اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وقلص من الفتن سري وزغل بالاعتبار فكري وقني شر وسائس الشيطان وأجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم
إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم ارحمني من زماني هذا وإهداق الفتن وتداول أهل جريتي علي واستضعافهم إياي اللهم اجعلني منك في حياة منيع وحرز حسين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي معافا آمين بجاه الشفيع وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا قريب يا مجيب يا سميع بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد الحمد لله الذي يردني إلى معادي ويسون بدني الحمد لله الذي يردني إلى معادي ويسون بدني نويت هجرة من المناهي إلى الأوامر بلا تناهي نويت هجرة من الفجار بإذن ربي إلى الأبرار إلى ذوي الإسلام عبدا خادما للمتبع والمتقي مكارما للمتبع وسيلتي والجنة عن كل ما في الأذى والجنة ذلك وعد من إلهي الكريم والله لا يخلف وعدا لا يريم يقودني جل إلى إخواني بلا تخيل مع الرضوان وذب وعد من كريم منجدي لو علي شكره برجدي رجعت عظما يفوق ظني دنيا وأخرى من غني مغني دمني اليوم إلى المختار مع كتابي بلا افتخار أنا رديت وبي أروم دنيا وأخرى عزة تدوم التجائي وهو خير مكرمين وخير نافع وخير منعمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تجب لنا كمن بجاه المدبر الهادي الأمين بعد صلاة وسلام كل حين إقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب لك السماء والأرض والهواء وأنت فعال لما تشاء قلب لنصرتي وودي القلوب تكرما وتهيرني من عيوب بدعاتك وإني ذو اضطرار وردني عن سرار الخيار أجب ردني سريعا كاملا يا مغنيا الذي يرد سائلا أجب بجاه المتبع قصائدي وزغ به لجملة المقاصد نويت أن أكون ذات حالي للأهل والإخوان والمآل لوجهك الكريم فاصرفني إلى أحبتي دون عناء بإله رجوت كوني كاشف الأسرار في وطني لحامل وقار اعرف سريعا ظاهري وباطني لك بذكرك إلى مواطني دخلت في قمته لوجهك وقمة المقدار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتأذين فاستجب لي كوين بكل تفسيري الكتاب تفسير كسف يكسف النقاب تعالى يا ربي زدني علما واسرع لي الصدر وهب لي فهما ليكون سعادة وفي غد وعصمة وليجد برغدي يقيني اليقين من ذي الساعة تحيرا إلى قيام الساعة من علي بالفياض والمدد وليسق كل منن بلا عدد أن يزرب العادات طرا عاجلا وكل ما يسوني وآجلا أجب جاي المصطفى بعد صلاة مع سلام وتزق لي الصلاة أجب تغلي جملة الأغراض به ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي به وسلم بعد أن تصلي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستغفرنك الذين لا يوقنون
قلت بكوني وعديز الجلال حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديار يبي دار السلام بلا عناء ولتوبة بالسلام رفض أمري له عن غيره وأرتجي مفازتي بخيره جد الذي لدى النصارى ترى بما لدى الليل مضطرا فجده جل ونعم المولى هو النصير الذي بي أولى إن ولي الإله أبدا عبده وغيره لن أعبدا نجاني اليوم من الشكوك في كونه مملك الملوك نبي وسيلتي إليه صلى بتديم على عليه وجعل وجهي لربي به عبد الله يخدم كسبه عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاهه العظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم عدلا كان رجوعي عاجلا بلا تسبب وكوني كاملا لو تعالى البحر والجواري المنزاد فيه بالتكرار لو تدرع وافتقاري وإن تغربت لدى الأسرار هو ولي الدار العنصر قدم هاج قد الأنصار هو ولي الدار العنصر قدم هاج قد الأنصار حتى جنابي عن الأعداء وبكتابي شفى لي دائي قلب قلبي له مع الكتاب وبه رسولي الداعي المجاب ودم خاطبا ربي داعيا وذاكرا وشاكرا وراضيا وجهت وجهي إليك بالأمين مسليا علي ربي كل حين ليستجيب تضرعي وارحمني والمثمين وتجاوز عني إليك ألجأت دواما زهري ونجني من البلاء والمكر يا ربنا بحق ما نجيت به كليمك الذي اصطفيت سلم جنابي من الأعداء وليسق ما شئت من عطائي تفضلنا علي بالتذخير وانت جنابي بجميع الخير خير ظنان حسدي وحقيقي ظنان كل صالح ومتقي ولقد دخلت مقل الكريم معجزة له مع التكريم فلي بجاه المتفاجر عاجلا بأن أجاوز البحور كاملا ناديتك اليوم بما ناداك أيوب نعم العبد إذ أرضاك ناداك فاستجبت عاجلا له عافيته لو ردته له كسبت ما قد مسه من ضر فكشف كذاك يا مجيب الضر اكشف جميع ضرري سريعا وسيرني مفلحا مطيعا لجل إله البر مثل البر وجل منافع فوق القدر ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا بما بي خاطبت نار خليلك التي أبرت نقي كليتي وابلي ما يفوق ظني في الدارين من خير يروق لي سقي العدا والبحور والجو والسفن والقصور أدعوك مضطرا لدى العدا بما ناداك ظنوني به منتقما يا ربنا لا إله يا ربنا يا رب لا إله إلا أنت كنت ولم يكن لها جنبتا وجهت وجه إليك الداعيا عبادة وسد عنك راضيا والنعمة أسكل والمنهية وكلما تركت مخفيا نجي جنابي سرمجا من أود وكف عني كلما لم يحمد وجه منافع البرايا سرمدا
يكفني ضررهم بأحمد نبينا وسلم دابا بسلام عليه بالآل وصحبه الكرام يسر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير ولا اللعين لسواي مدبرا بما على الذر يدوم دبرا نهى توجه المكارم يا باغ هبا بذكره وهو ليا أنا رضيت وهو عني رادي بلا مكاره ولا أمراض رد لغير جات الشيطان من طيب الممر والأوطان فر لغير جاتي لعين يسوقها لغيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت نبي توفيق هادنا قاده الإلهام قد أبدى لي مالا بيام بدأ لي اليوم برب خيب أعاذني ممن خلا وخيب لا يتوجه لنحوي متعب عني محت مكاري والتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد ثبت سكر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير